أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا إيمان متجوزة وعندي ولد واحد. جوزي مسافر بقاله 2 سنين وكان بيشتغل مع أخوه هناك، وأخوه ده أكبر منه بس مش بيحبني وما كانش عايز جوزي يتجوز أصلا. قعد اول سنه ما يبعتش ليا اي فلوس بحجه انه لسه مسافر ومش معاه، وانا كنت بشتغل، فكان معتمد عليا انه اصرف لحد ما ربنا يفرجها. وبعدين بعت لي بالظبط 6 شهور مصروف كل شهر، وصمم اني اقعد من الشغل بحجه انه خلاص هيبعت لي واشوف ابني بقى واهتم بيه. وبعد الشهور دي اخوه عمل مشكله كبيره جدا لجوزي في شغله، ووقف الشغل ومشي منه. بقاله 5 شهور مش بيشتغل ولا بيبعت لي اي فلوس، وانا قاعده عند اهلي، وكل ما اكلمه يقول لي مش انت قاعده عند اهلك؟ خلاص زعلانه ليه؟ المشكله ان بقالي 2 سنين ما شفتوش ولا حتى شاف ابنه ولا بيصرف علينا. وانا طبعا علشان قعدت من الشغل ما بقاش معايا فلوس حتى انه اودي ابني الحضانه بتاعته، وهو مش همه ولا اي حد من اهله بيسأل علينا رغم انهم ساكنين جنبي، بس مش بيرفعوا عليا حتى التليفون. مش عارفه ليه دلوقتي انا زهقت وتعبت. انا صغيره ملحقتش اتجوز ولا اتهنى، مشي وسابني والدنيا عماله تغلى وهو لا سأل فينا. طب اعمل ايه يا جماعه؟ ادخل اهلي في الموضوع وافهمهم الوضع لانهم عارفين انه مش شغال، بس محدش بيتدخل منهم عشان ما يضايقونيش او يجرحوني. بس انا بجد بقيت حمل تقيل قوي عليهم ومش عارفه اعمل ايه. بصراحة أنا بفكر جديا إن أتطلق. والله العظيم أنا تعبت من الوضع ده، يعني لا جواز ولا مصروف ولا كلمة كويسة ولا معاملة كويسة. طب أعمل إيه؟ انصحوني. لصاحبة المشكلة، ربنا قال في كتابه العزيز سورة النساء الآية 34: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني الأمر الإلهي هنا بوجوب نفقة الزوج على زوجته، فموضوع النفقة ده مش اختيار أو تفضل منه، ده شرط قوامته أصلا. كونك صبرتي ووقفتي جنبه وما قدرش ده، لينا هنا وقفة كبيرة. أنصحك تحكي لأهلك كل حاجة، ولازم ينزل مصر وتجيبي حكم من أهلك وحكم من أهله، وتعملي قاعدة علشان تحطوا دستور كده يعني تمشوا عليه حياتكم. وموضوع انه يسافر من غيرك ده مرفوض تماما، لازم تسافري معاه حتى لو بس هتعيشوا هناك، مش حتى يعني مش لازم تحوشوا. ولو انت حابة تشتغلي يبقى تشتغلي هناك وتبقوا هناك أسرة سوية ومترابطة، لأن كده لا منكم عايشين في مستوى مادي مريح بما انه في غربة، ولا منكم عايشين مع بعض ومترابطين، ولا منه شايل مسؤولية بيته. اتأكدي انه مش متجوز عليكي هناك، لأن للأسف في رجالة كتير بتسيب زوجاتها هنا تتبهدل بالولاد وبتجوز عليها هناك، ويقعد يقول اصل ده شرع ربنا. لا، شرع ربنا قال العدل بينهم، فين بقى العدل في كده؟ وفي الاخر بتمنى لك حياة سعيدة.